مازال المتروسي كنت كنقول زعما ديك الحساسية ديال ضربة بالموس ولا مرات اللوس وهي العروسة الأولى وجيت زاحمتها وكتحس بالمنافسة، واخا أنا راه ما عمرني فكرت فيها بهاد الطريقة، ولكن كنحاول نلقى ليها شي تخريجة. أمي كانت كتقول لي غير خليها على خاطرها، دابا مع الوقت تعرفك مزيان وتولي هي تقرب ليك. ولكن اللي ما مفهومش ليا الصراحة هما خواتاتو، علاش كيتعاملوا معايا بحال هكاك وهما مازال حتى ما عرفوني، عمرني ما درت لهم شي حاجة. إيوا بشوية بشوية وليت كنخرج أنا وأنس. مرة كيخرج معنا أمين خويا اللي كان في ديك الساعة تخرج وخدم وتقريبا في العمر ديال أنس وتفاهموا هو وياه. ومرة كتخرج معايا ختو لبنى، واخا ما عندهاش معايا، ولكن حقاش با كان مانع علينا اننا نخرجوا بزوج بوحدنا. كنا كنبغيو نخرجوا نتقداو داكشي اللي خاصنا ونهضروا في الامور اللي مازال تبعانا. امي احمد كان باني الدار من 3 ايطاج. الايطاج الفوقاني كان ديالي انا وانس، الوسطاني ديال خوه سميه، وهما ساكنين تحت. واخا الدار ديال انس كانت مفرشه، ولكن شحال من حاجه ما كانش عجباني، ايوا بقينا كنبدلو في داكشي القديم. راكم عارفين في الفتره ديال الخطوبه ضروري ما نهضروا في الامور الشخصيه ديالنا، ما خليناش شي حاجه ما هضرناش فيها. ايوا الكمال لله، انس وخفي بزاف د الحوايج زوينين، ولكن الحاجه اللي مخيباه هي الغيره الفوت القياس والشك كان كيعترف به. هادشي كان كيدير بيناتنا مشاكل، وهو كيقول لي راه غير حقاش بغيتك بقيتش كنتخيل حياتي بلا بيك. حنا دابا باقيين مزوجينش، مازالنا مجموعين في دار وحده. بيا غير غنتزوجوا ان شاء الله، هادشي كله ما غاديش يبقى. حتى أنا الصراحة نهار على نهار بشوية بشوية حتى وليت كنحماق على أنس، ما بقيتش كنتخيل حياتي بلا بيه نهائيا. يعني كاع داكشي اللي كان كيقدر يوقع ضروري ما نغمض عليه عينيا، واخا تكون شي حاجة اللي ضرورية وخاصني نوقف عليها. اللي غادي يزيد يكبر علاقتنا هي قبل ما يوصل عرسنا حتى كان حمد خويا ولبنى تعجبوا وتفاهموا، وما عرفتش كيفاش داروا ليها. كنت كنشوف لبنى انها بدات كتقرب مني وكتعامل معايا مزيان، وما كنتش فاهمه علاش. حتى جا خويا امين وقال باغي نخطب لبنى اخت انس. امي وبا قالوا ليه من الخير. في شهر 7 هضروا معاهم وداروا خطبه، واتفقوا على انهم العرس يديروه في الربيع. وانا ولبنى ديك الساعه ولينا سمينه وسيله. وهذا الشيء طبيعه الحال ما غاديش يعجب ليلى نهائيا، ولا تشد معايا واحد العكس بحال تقول السيده واخده لها حقها ديال الورث. وصل الصيف ودرنا عرسنا وتزوجنا وكل شيء زاد من داكشي. درنا 2 عراسات، عرس اللي لابد دابا ما يدخل فيه شويه ديال ريحه البلاد، ومع الجيران القدام اللي ما يمكنش ما يكونوش حاضرين. دوزنا عرس بشويه ديال التقاليد الفلبينيه، درنا داكشي اللي قدرنا عليه وصافي، لباس وماكله وموسيقى. والعرس الثاني اللي داروا عائله انس عرس مغربي 100%. ايوا نشطنا، وطبيعه الحال العرس ما يمكنش يدوز بلا التعليقات ديال انس اللي كانت كتخلي كلشي كيموت بالضحك. وسافرنا من موراها، عجبني الحال. مشيت لشي بلايص اللي اول مره غنشوفهم في المغرب، بحال الحسيمه والشاون والعريش. المهم درنا شويه في الشمال، كنا كنديروا يومين 3 في بلاصه، ودوزنا ايام غزاله. ما عمرنا تناقشنا ولا تخاصمنا. انس كان داير ليا فوق الخاطر ومكبر بيا، كلشي داز في امان الله. فين ما كيتصل با وامي كيلقاوني فرحانين، والدي حتى هما. حتى رجعنا في حالنا ولقيناهم دايرين لنا الدخله وفرحوا بينا، وبا مسكين تلقاني بالكادو والذبيحه وكبر بيا قدامهم. قلت لكم علاقتي مع لبنى ولينا بحال الخواتات. هي كانت كتوجد ديك الساعه العرس ديالها مع امين، وانا وانس كنخرجوا معاهم باش كيتقداو ويشوفوا داكشي اللي خاصهم. اما عكوستي هذيك اللي عسل كيتقدر، عمرني ما شفت بحالها. وحتى مرات لوسي سميره بدات كتميل ليا، وكيقول لك شويه من الحنه وشويه مرتبط اليدين. حتى انا كنت كنسول فيها ونشاور معاها واخا ما نكونش محتاجه المشاوره، غير كنكبر بها وصافي. الا جاب لي با شي حاجه كندوقها منها. امي حتى هي مره كتجيب لي انا وياها شي حاجه باش ما تبقاش مقروصه مني، خصوصا ملي عرفت القصه ديالها بقات فيا بزاف، وعرفت ان سميره كبرات يتيمه، والظروف فاش كبرات ما كانوش ساهلين. باها كان خدام عند عمي احمد، وفاش توفى هو اللي ولا مكلف بيهم. ومن كبرات زوجها لولدو غير باش يتهنى عليها. واخا مهلين فيها، ولكن مسكينه راه الدر كله كان عليها الصراحه. اما لبنى وليلى راه الكاس ما كيهزوش من بلاصتو، النهار وما طال وما شادين دوك التليفونات. المهم دوزت عامي الثاني والحمد لله مفهمه انا وانس على كل شيء. من الاول اتفقنا على ان الشقا والطيب نتعاونوا فيه، عكس سميره اللي كانت مسكينه خاصها تجمع دارها وتنزل لتحت تجمع وطيب، والماكله ديما مجموعه معاهم تحت. انا في الاول قلت لهم الثقار حسن، مره ننزلوا ونتجمعوا معاهم، ولكن ماشي كل يوم. وعقوستي وشيخي ما قالوا حتى كلمه، كانوا عارفين اني مازال كنقرا.
سميرة كانت كتقول لي شوفي انا ندير بحسابكم بلا ما تجيو تبيتوا وجدي، ولكن ما كنتش كنبغي. كنا مره كنتغداو عند امي، مره في الزنقه، مره عند عكوستي، مره في دارنا كنديباناو باللي كان. المهم ما كنتش مولف بغا نولفهم ديك القضيه ديال اني محسوبه عليهم كل نهار. هكا حتى انا وانس كنبدلو باش ما كيطلع ليناش الدم. هو واحد النهار كيف العاده جا ليا انس وبدينا غادي للدار، وقلت له شنو بالك اجي ندوزو نتغداو شي لعيبات ونمشيو نديرو كاسكروط مع خالتي. داكشي اللي كان. مشينا دزنا الباتيسري ما خلينا ما هزينا، المملحات، الحلويات، العصير طبيعي طحنوه لينا. دزنا نيشان عند كوسي، نطينا وسميره كنقادو داكشي في الطباسل، وليلى كيف العاده حاطه رجل لرجل مقابله التليفون. عمرنا الطابله ومشيت عيط على عمي حمد، وجينا درنا بالطابله يلاه جلسنا كناكلو حتى نقزات ختو. ياه البان سويس، عرفتي انس باش فكرني. لا قلع قلع شكون كان عزيز عليه البان سويس. كنشوف انس تقرص وكيخنزر فيها وكيقول لها كولي وسكتي. تقول ليه والله ما عقلتي، كان عزيز علينا ولا كتحماق عليه. ودار بحال ما سبعاش وما جاوبهاش. انا ما ديت ما جبت. جات في بالي نسولو شكون نوال، ولكن ما عرفتش شنو هي الحاجه اللي جات ونساتني في الموضوع ديك الساعه. تنضنا كنجمعوا في الطابله، وقالت لي سميره شفتي ديك المسمومه قبيله بغات تحررها فيك، ولكن عجبتيني فيها ما تسوقتيش ليها. انا ما فهمت والو، قلت لها كيفاش؟ بقات كضحك وقالت لي ما تقوليش ليا ما عرفتيش شكون هي نوال. قلت لها راه سمعتها كانت قالت لي نوال، وبغيت نسولو ما عرفتش شنو ينساني. علاش شكون هاد نوال؟ بقات كضحك وقالت لي نوال راه هي مراتو الاولى، هي راه قالت هكاك باش تحرر فيك داك الكاسكروط، لكن من الخير ما كنتيش سايقه كاع الخبر شكون هي. انا الصراحه تصدمت وجمدت في بلاصتي. علاش كتقلب هذه اللي جات حتى لقدامي وجبدت مراتو الاولى؟ انا من نهار قال لي انس انه مزوج مطلق حدي سولته على السبب، وعمرني جبت معاه الموضوع، حقاش هو قال لي انه من نهار طلقها ما بقاش شافها، وانه ما طلقها حتى اقتنع انهم ما يقدروش يكملوا. داكشي علاش ما عمرني مازال عمرت بها راسي اولا سولت عليها. بغيتش نهضر معاه طبيعه الحال باش ما نفيقش الحمق بضرب الحجر. مشيت عند عكوستي وهدرت معاها، وفعلا على حسب ما عاودت لي سميره ما خلاتش ليها، وقالت لها بقاي تجمعي فمك وتعرفي شنو كتخرجي فيه تخرجي منه. هي طبيعه الحال نزلت هذوك جوج جميعات ودارت راسها ما قاصداش وظالمينها، وغير كانت كضحك وغير شافت بان سويس وتفكرت صاحبتها القديمه. المهم من تما ما بقاش جبدات السميه قدامه. صافي الموضوع تنسى. من موراها جا السفر ديالنا لفيتنام عند العائله، وانا عجبو الحال تما. قديت لهم الكادويات وما خليت ما جبت ليلى ولبنى وسميره وعقوستي. وراها بشويه لبنى وحمد وامين داروا العرس ديالهم، ومورا العرس غادي نلقى راسي حامله. المهم هذوك الشهور دازو عندي غزالين، كلشي كان فرحان بالحمل ديالي. حتى سميره اللي كانت مسكينه غادي تحماق باش تولد ومازال ما سهلش عليها الله، فرحات ليا مسكينه وربي شاهد. رب الحمل ديالي كامل وهي كتوحم فيا، ما خلات ما توجد، وانا ديما كنت كندعي معاها بالذريه الصالحه. وشهر على شهر ما حدي كنتقل ونفسي كتقطع فيا. نتمشى غير شويه وكنبدا كنهج. فين ما كنجي من الخدمه كندوز عند عكوستي كنجلس واحد شويه حتى كنتنفس عاد باش كنطلع للدار. واحد النهار ورجعت من الخدمه لقيت ليلى هي وصاحبتها جالسين مجمعين وكيشربوا في اتاي. صاحبتها فايت لي شفتها عندها قبل، ولكن ما عرفتش علاش غير شافوني جمعوا الكلام. قبل يلاه بحال كانوا كيهضروا عليا. المهم سلمت على السيده وجلست معاهم، بقيت جالسه غير باش نتسرح ونطلع في حالي. كوسي وسميره حقاش مساكن كانوا ولفوني فيما كنخرج من الخدمه كنجي عندهم ديما كنلقاهم موجدين ليا شي حاجه. بقيت كندور في عينيا ما بان ليا والو. سولت على خالتي صفيه وقالت لي راه خارجه. وصافي هنا عرفت انه راه ما موجدين والو. الله بغيت نوض باش نمشي حتى كنسمع سميره نازله من الفوق وعطاتني ريحه المسمن ديال الفران من الدروج. وهي نازله وانا شاده فيها وكنضحك. مع الدخله تبدل فيها اللون وما عجبهاش الحال، وقالت لي يلاه تاكلي الفوق. وقالت لها ليلى علاش مالنا حنا ما عليناش الله. واخا هكاك حسيت بسميره ما مرتاحاش وقلت لها حتى لهم حقهم يلا نطلعوا الفوق. وداك الشيء اللي كان. جابت واحد الطبيصير قطعت ليهم وطلعنا الفوق. رات لي براد ديال اتاي وحطيت لي داك المسمن وكليت حتى بغى يخرج لي من عينيا. قالت لي شبعتي؟ قلت لها الحمد لله، سخك من عنده خير الدارين، والله يعطيك الذريه الصالحه. قالت لي ايوا مزيان، دابا نهضر معاك على خاطري. كيفاش هذيك صاحبتي ليلى اللي تحت كتعرفيها؟ قلت لها لا، كاين فايت لي شفتها عندها واحد المره. قالت لي الله يلقي عليها، هذيك العوجه راه هي نوال، وما عرفتش علاش ليلى اصلا جايباها. كون كانت خالتي والله ما تخليها تدخل. انا بقيت كنشوف سميره وحلات ليا كيفاش نوال، زعما مرات انس الاولى.
وأنا جلست معاها وشربت معاها اتاي وجمعت معاها، في بالي دايرة مزية ومكبرة بلوسي قدام صاحبتها، وهما دايريني من الضحكة ومكلخة وكيضحكوا عليا. تقلقت مزيان وطلع ليا الدم، وكنت كنتسنى غير أنس باش يجي ونوضها، ولكن سميرة قالت لي لا، خلي أنس بعيد على هادشي، هبطي قولها غير لعكوزتك وهي غادي تفهم يا وياها، وداكشي اللي كان. هبط، قلت لها طلع ليها الدم، وقالت لي ولا عليك يا بنتي، انا غادي نتفاهم معاها. مهم من موراها جات اعتذرات وقالت لي راه غير حقها صاحبتي، جات ما قدرتش نرجعها، وفي كيف ما كان راه صاحبه ديال الاعوام قبل ما تكون مرات خويا. السيده راه مابقاتش كتفكر في انس نهائيا، وشايفه حياتها في بلاصه اخرى. خرجيها من بالك وتهناي. قلت لها انا مخرجاها من بالي وعمرني ما دخلتها، خاصك انتي تخرجيها من حياتنا. ولدت كامل ولدي، عاوش ليكم الفرحه ديال اول حفيد، كلشي كان فرحان به. ورا الولاده غير جمعت راسي شويه، با كان موعدني من الاول ان الكادو ديالي هو انني ندوز البيرمي ويشري لي طوموبيل. ديك الفتره علاقتي بليلى كانت حسنات شويه، وفاش عرفتني انني باغا ندير صوب لاسيغونس، انا كان عنده واحد الفورماسيون سيمانه، وقالت لي ليلى انا نمشي معاك عند صاحبتي قدامه في لاسيغونس وهي غتصوبها لك بثمن ناقص. ولكن فجاه انس ما عجبوش الحال، وقال لي علاش ما تسنيتيش حتى جيت. قلق مني ديال بصح، وقلت لي علاش هادشي كامل. قال لي حقاش غلاو عليك، هاد ليلى اللي دايك عندها لاسيغونس مالها تسطات. المهم انا باش نبرد قلت لي شوف ماشي مشكل، وبلا ما تقول لها والو، هي الله ما تبدلات وتهدنات، وليت كنقول الحمد لله ما بقاش كدير دوك الفعايل خايبين. الا مشيتي حتى هضرتي معاها غتقول غير انا اللي تشكيت منك وصافي. نعس الشيطان وبدل الموضوع، ولكن قال لي غير تسالي ديك 6 شهور ما باقيش تعاودي معاهم. اتفقنا وداكشي اللي كان. من مورا هذيك 6 شهور مشينا بدلنا لاسيغونس لبلاصه اخرى، وبدا كامل كيكبر حتى تقريبا عام وشهرين. الاغلبيه ديال الوقت ديال ولدي كان اما عند عكوزتي تحت، او لا عند سميره، ولا عند مي في الدار. ما كنشبعوش منه نوبه. واحد النهار يلاه نعستو ومتكيه كنتفرج في الفيسبوك، حتى جاني واحد الميساج في الواتساب: مرحبا انا وسيم، وصورك عجبتني بزاف ممكن نتعرف عليك. انا ما عرفت راسي باش تبليت، شديت النمره النيشان وبلوكيتها. انا تصاوري ما كنتش دايرهم في حتى شي بلاصه، حتى في الواتساب عندي ما دايرهمش، وقلت سيد اكيد غلط في الرقم. ولكن موراها الميساجات ولاو كيتصبوا عليا صب شتا، كيجوني ميساجات اكثر من رقم واحد. انا دخت وما بقيتش عرفت هادشي ملي كيخرج. ما قدرتش نقولها لانس حقاش عارفه انه من هاد الناحيه ما كيتفاهمش نهائيا. في نفس الوقت ما كنتش قادره نبدل رقمي حقاش عطيها للخدمه والمدرسه والعائله، وكنت كنقول دابا يحبسوا هاد الميساجات. ما كنتش عارفه علاش ديما كانوا كيجوني نفس الميساجات اللي كيهضروا على تصاوري، وانا تصاوري ما عمرني ما حطيتهم في شي بلاصه. ايوا وليت الرقم اللي جاني منه ميساج كنبلوكيه ونمسحو، حتى صافي ارتحيت وما بقاوش كيجوني الميساجات. عاد تنفست وقلت الحمد لله ملي ما قلتش لانس، يعلم الله فين كان غيخرجها دابا. كنكبر المشكل وما نعرف فين توصل. حتى لواحد النهار الحد نزلت عند عكوزتي، كانت جالسه كتفرج، حطيت حداها كامل وعطيتو كيتفرج في الفيديوهات، وانا وسميره دخلنا كنوجدو كاسكروت في الكوزينه. جات ليلى شدات كامل قدامها كتلعب معاه، وبقات كتبقشش في التليفون، وهو شاد تليفوني كيتفرج فيه في الفيديوهات. حتى جاتني شي رساله في الواتساب، مع طلعت النوتيفيكاسيون شافتها وحلاتها، وكتقرا فيها: قدام خالتي، تصاورك حمقوني وما كرهش نتعرف عليك كتر، هضري لي على راسك شويه. الميساج قراتو بجد حتى تسمعني لنا حتى الكوزينه، وانا غير سمعت داك الميساج نحس بشعر راسي وقف. وقالت والله لا، رابعه العدويه، عطيها للشاط ولبع علينا العشره. لا بزاف انتي خطيره يا اختي. لا لا، شكون هذا اللي رسل لك هذا الميساج؟ وكتوريه ليا من بعيد. جيت باش ناخذ من دا التليفون باش تعطيه ليا. شوف عكوزتي اللي كانت مصدومه، مبقيتش عرفت شنو ردة الفعل اللي خاصني ندير. خفت لا نطير ليها التليفون من يديها وعاد ما تجي تصلا فيا دير من الحبه قبه. قلت لها عيطي في الرقم وسولي ديال من. بقاش انا كنت متاكده من راسي مليون في المية ما عمرني ما حطيت شي الصويره ديالي لا قبل الزواج لا بعد الزواج في حتى شي بلاصه. ايوا السيده صونات ودرت له بارلور وهضر معاه قدامنا، وفعلا كان الصوت ديال راجل. وقالت لي اخويا بغيت غير نعرف منين جبتي تصاوري وفين شفتيهم؟ قال لها شفتهم في البروفيل ديالك. قالت لي واش تقدر تصيفط ليا اللين؟ قال لها واخا دابا صيفطهم لك. طلعت معاه وصيفط لها واحد لو لين، دخلات ولقيت البروفايل ديالي بالصور ديالي، ماشي وحده ماشي زوج، ومعلوماتي كاملين. فين تزاديت الاصل ديالي مشكله كانوا بالتصاور اللي ما عند حتى شي واحد من غيري. يعني الحماق ديال الراس. كبر المشكل وبقات كلمه مني كلمه منها سميره كل شي دخل في المشكل. ديك الساعه لوسي شاف الصداع غادي ينوض وعيط لانس.
أنس كنت عارفاه غادي يجي ما تيتفاهمش، جا شاف داك الشي واتصل بالسيد وجاوبو، وواخا كنحلف ليه ما تيقنيش، لحقاش كاينين شي تصاور أنس هو اللي مصورهم ليا في الدار، يعني ما كاينش عند شي واحد من غيري في تليفوني. المعلومات ديالي كلهم كاينين عند السيد وكاينين في داك السيت، من غير المعلومة ديال أني مزوجة. أنس فاش هضر مع السيد كيقول ليه ما تأديوها ما والو، أنا راه عجباتني وبغيتها للمعقول، أنا جيت غير قرب حداه باش نهضر معاه، دفعني حتى تحت الأرض ما عقلش عليا وما بقاش عاقل على راسو، اللي هزها كيلوحها كيزف كيهرس. شيخي تخلع وعيط لبا، كنبكي وكنقول لهم والله ما أنا، ولكن شكون اللي غادي تيق؟ حتى من اللوكاليزاسيون كانت كيطاقوا بلايص بصح كنمشي ليهم، واللي كان ناس عارفني كنت فيهم دوك الايامات. جات ليلى وخدات من عنده التليفون وقالت لي عطي لي واحد دقيقه نشوف شي حاجه، عطا عليها ودخلت للبلاصه ديال البلوك، وهنا لقاتها عامره بالارقام اللي كنت كنبلوكي وكنمسح. وقالت لي ها انت شوف لاله مريم شحال مبلوكيه من فيكتيم، والله اختي صدقتي ما ساهلاش. كدر عند عكوسي وكتقول لها دافعي لها، دافعي عليك ديال اللي كنتي كتدافعي عليها، وكتقول لي تفرقي على مرات خوك. ميرا مسكينه بقات غير مسمره وشاده فيا، تقول لي بشويه هذه ما تكون غير هاد بنت الحرام دارت لك شي لعبه. حتى انا في الصراحه في واحد الوقت وليت كنقول يمكن ليلى هي اللي حلات لي الكونت بسميتي، وتصاور غتكون هزاتو من تليفوني حقاش ديما مليوح عندهم في الدار. وهذا الشيء اللي قلت لهم انا تليفوني ديما مليوح عندكم في الدار وما دايره ليه لا كود لا حتى شي حاجه. شي مرات كنهز كامل ونطلعو ونبدل ليه ونمكلو عاد باش نهبط ناخدو. ايوا هنا مشات هزت القران ونزلت واحد جوج دميعات وبدات كتحلف انها ماشي هي اللي حلات لي الكونت وهذا غير باطل، بغيت نحطو عليها. انا مش فشتها حلفات في القران، قلت هادي صافي ماشي هي، ولكن شكون اللي غادي يكون؟ انا ما كانش شكيت في شي وحده اخرى من غير ليلى الصراحه تقال. ايوا هزيت انا داك القران وبغيت نحلف فيه، غير شافني هزيت القران وجا قرب حتى لحدايا قلت صافي غادي يضربني، ويهز يدي حتى هزها وضرب يديه مع السرجم وحيد لي داك القران من يديا. ضرب يديه مع السرجم حتى ولات كلها دمايات وقال لي جمعي لي حوايجك وسيري فحالك لدارك، من اليوم ما انت مرتي ما كنعرفك. هدر فيه وقال لي صبر ولدي ما تزربش، راح عنده قال لي شكون شنو باقي باش نتاكد. ابا تصاور مصورهم انا بيدي، ما كاينش من غيرها اللي عنده تصاور اللي مصورهم انا بيدي في الدار. يكون غير كانوا شي تصاور اخرين وعاديين نقدر نلقى لهم شي تفسير. جاوب با ومن نعاودوا ليه داكشي اللي وقع تصدم، وانا حلفت ليه وقلت ليه با والله ما انا. قال لي من الخير يا بنتي والله سبحانه وتعالى غادي يبين ان شاء الله الحق. طلعي جمعي حويجاتك هز ولدي ومشينا في حالنا. كدبش عليكم في ذاك الوقت اللي كنت خارجه كنت كنتمنى ان انس يرجع ويطلبني يطلب مع الحال ويطلب السماحه، كنت مستعده اني نسامح ليه. مش عارفه ان الموقف اللي تحط فيه ما كان سهل نهائيا. باغي خرجنا من الدار ومشى نيسان عند البوليس ودرنا بلاغ بالبروفيل اللي فيه تصاوري. عاودت البوليس كلشي، قلت لهم تصاور عندي انا في التليفون فقط، عمرني صيفطتهم لا في واتساب لا حتى شي حاجه. خداو الاقوال ديالي وقالوا لي غتخلي عندنا التليفون واحد الوقت غير نتاكدوا منه شي حوايج. دازت 3 ايام وعيطوا لي وقالوا لي فعلا هاد التليفون ما عمره ما دخل داك الموقع. بشرونا على ان البوليس خدامين باش يعرفوا العنوان اللي حل داك الكونت فين كاين، منه غادي يعرفوا منين جاو التصاور. اش في الاول كان واحد البوليس يشك ان شي واحد يكون هاكا ليا مثلا التليفون ديالي، ولكن من قلبوا لقاو التليفون ما فيه حتى شي حاجه وما عمره ما تهاكا. دازت واحد المده وعيطوا لينا وقالوا على ان الكونت محلول من نفس عنوان ديال واحد لاسيغونس اللي كنت ديجا معاها. انا غير قالوا لي السميه عرفتها وقلت لهم هاد لاسيغونس كنت دايره معاها لاسيغونس. سولوني واش كتعرفي شي وحده تما، قلت لهم اييه نعرف واحد البنت تما سميتها الهام وصاحبه ليلى لوستي، داتني ليها باش صوبت لاسيغونس. مشاو نيشان وسولوا عليها وخا نقرات في الاول لكن زيروها حتى اعترفات. وانا من الاولين اللي تصدموا كنت غادي نعرف الحقيقه. ما عمرني ما كنت عارفه ان هذيك السيده الهام اللي خدامه في لاسيغونس هي اخت نوال اللي كانت مرات انس. وهذا الشيء علاش انس كانت تعصب منين درت عندهم لاسيغونس، ولكن ما كان قال لي والو. المهم انا ما عرفت هادشي كامل حتى كانوا مشاو ليها ونكرات وعاود اعترفت ان ليلى جابتها عندي غير بالضحك حيت كانوا عارفينها ما عندهاش معايا. ومن بعد مع المده اختها اللي طيحت لها هاد الفكره وقالوا غادي نحلوا ليها كونت في برنامج ديال التعارف وديال الزواج يبقى يجيوها الميساجات في الواتساب والاس ام اسات حتى يوضوا صداع بيني وبين انس. ولكن باش تكون الخطه محبوكه كان خاصهم ضروري من تصاور. هنا من بعد ما حلوا
الكونطات بمدة، حتى واحد ما كان مسوق ليهم حقاش ما كانوش فيهم تصاور. اتفقت مع ليلى، بدات كتدخل في الوقت اللي كامل كيكون كيلعب في تليفوني ولا كنطلعو الفوق باش نبدل ليه، كنخلي تليفوني تحت مليوح زعما في بالي راه الامان وما دايراش ليه حتى الكود. والسيده كتدخل وكترسل كاع التصاور اللي بغات راسها وكتمسحهم من بعد من عندها، كترسلهم الالهام. هكا كل مره كانوا كيزيدوا تصاور حتى تصاور جداد. المصيبه العظيمه والكبيره انهم كانوا شي تصاور اللي انا فيهم بلا فولار، كنت مصوراهم في الدار وخا بحوايج عاديين، لكن ما كنتش دايره فيهم الحجاب. حتى من اللوكاليزاسيون هي اللي كانت كتقول لها كل مره فين كاينه انا، حقاش انا كنت كيلهبيله ملي كندخل كنخوي لهم المزيوده كامله عاد باش كنطلع في حالي. ودازوا الاجراءات وشي كيبد شي حتى تشدت فيها الهام ونوال وليلى. واخا نوال وليلى نكرو، ولكن ليلى كلشي جبدوه لها من تليفونها. نوال لما لقاو منين يشدوها ما كانش عندها الدليل من غير الشهاده ديال ليلى والهام. شدات معاهم واحد المده وخرجت في حالها مع انها هي الراس المدبر لهذا الشيء كامل، ولكن هما بزوج اللي تشدوا بالادله حلفت ما نسمح لهم. خرجت عكوزتي وجا شيخي جا لوسي لبنى وخويا امين طلبوا حتى عياو بالاستئناف والنقد. دوزوا عام بزوجات، موراها طلقت انا وانس وما كانش عنده حتى الوجه باش يطلب مني السماحه. ندم ومرض لكن ما رحمتوش كيف هو ما رحمنيش داك النهار. قررت انني نسد داك الصفحه ونقلب داك الكتاب ونعاود حياتي من جديد. ويا سعد كان غادي ينزل نكمل قرايته في كازا، باش امي ديما كتشوفو مازال صغير كان ضروري خاصها تهبط وتجلس معاه. ايوا تما قررت انني نتبعهم ونحل محل ديال الاكلات الاسيويه. امي عاونتني فيه بزاف، خصوصا ان كازا فيها نسبه كثيره ديال الاسيويين، وقدرت الحمد لله انني ندير بلاصتي ونكبر المحل. انس كل مره كان كينزل وكيشوف فيها ولده كيديه ليه سعد، ولا كيجي معاه امين هو اللي كيتكلف. كل مره كان كيطلب فيها غير يشوفني وانا كنقول لهم الا لقاه قدامي نجيب ليه البوليس. اختو دوزت ديك العقوبه وخرجت. اما خالتي صفيه وعمي احمد بقاو مقلقين حقاش رجعتها في وجههم نهار جاو طلبوني، ولكن حتى انا نهار طاح لي الباطل قدامهم راه كلهم بقاو كيشوفوا. هما براسهم كون جات في بنتهم راه ما كانوش غادي يسامحوا. سميره مسكينه اللي قلبها طيب ربي جازاها ولدت بنيه جبرات بخاطرها وفرحها بها. الصراحه ما بقيتش كنفتش موراهم ولا نجيب اخبارهم من غير الهضره الا جات سميره حاجه في الكلام وعاودت عليهم شي حاجه. اما انا كنحاول انني ننسى داك الموضوع ونديرو بحال ما كاينش. الحاجه الوحيده اللي استفدت من هادشي هو كامل ولدي الله يحفظو ليا اللي دابا عنده عامين تقريبا قرب يكمل 3 سنين. مؤخرا تقدم ليا ولد من ولاد جيراننا القدام في دوار شينوا. في نفس الوقت انس كيطلب وكيرغب وكيقول لي انا غلطت وعرفت راسي غلط كبير، حقاش انا براسي ما قادرش نسامح راسي. ساعد ندير اي حاجه غير ترجع ليا ونجمع الشمل مع مريم وكامل. انا الحمد لله اليوم ماديا واقفه على رجليا وما محتاجه لحتى شي حد، حتى من النفقه ديال كامل ما كنوقفش عليها وكل شيء كيقول تبارك الله. مريم خرجت مرا ونص وقدرت تبدا من الصفر وتوقف على رجليها. واش ماشي ساهل انك تثبت الحضور ديالك في مدينه كبيره بحال كازا، واخا المشروع ديالي راه مازال في البدايه، لكن بالنسبه لهاد المده القصيره اللي بديت فيها الحمد لله خير مولانا. وما نكذبش عليكم الاستقرار الاسري اللي ما عنديش، كنشوف ولدي كيكبر قدامي وما بغيتش يكبر في هاد الظروف باش حتى هو يكبر وسط عائله كامله. رضا ولد جيراننا كيوعدني على انه يكون اب بالكامل، يقدرني ويحترمني وما عمره ما يخسر لي خاطري. حتى هو الحمد لله بخير وخميرو، يعني ما طمعش فيا نهائيا. با كيقول لي شوفي يا بنتي انا اللي والدك وعارفك شنو كتسوي ونربيك على يدي، وتصدمت في الاول. رضا حتى هو الله يعمرها دار ولا يرضي عليه ولدنا، ولكن الا كنتي باغا تزوجي وبغيت تسمعي لهضرتي الاحسن رجعي لانس واستقروا في كازا وبعدوا على صداع كامل. داكشي علاش اليوم جيت نعاود قصتي حقاش تلفت والصراحه تقاداو ليا ما بقيتش عرفت راسي شنو خاصني ندير. كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. ما تنساوش صاحبه القصه من الاراء ديالكم، وما تنساونيش من الميساجات الحلوين ديالكم، واللي ما دارش ابوني يعاود يديرها دابا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوش كنبغيكم كلشيكم والسلام عليكم.